إلى اسطنبول معنا من هناك عضو المكتب الإعلامي في المجلس الوطني السوري محمد سرميني. سيد سرميني، التصريحات تركيا من خلال وزير خارجيتها اليوم أن لم يعد بالإمكان الوثوق بالحكومة السورية وأن تركيا ستتخذ موقف أشد حزما، ماذا قرأتم في هذه التصريحات؟ لا شك أن الموقف التركي اليوم بدا هناك في تطبيقات عملية أكثر، وخصوصا بعد اللقاء الذي جرى بالأمس مع وزير الخارجية التركي ووفد المجلس الوطني السوري برئاسة الدكتور برهان، الذي تم مناقشته فيه العديد من القضايا. العديد من القضايا التي تتكلم ما هي الخطوات العملية فيما يتعلق في ملف حماية الشعب السوري، وكذلك ما هي الخطوات العملية في فرض العقوبات سواء السياسية أو الاقتصادية كذلك على النظام السوري. أيضا تم مناقشة ما هي الخطوات العملية فيما يتعلق في قطع العلاقات الدبلوماسية، فيما يتعلق في سحب السفير، وكذلك وخصوصا بعد الموقف الذي جرى بالأمس من قبل هذا النظام الذي يستخدم تشريع حتى على المستوى الدبلوماسي من خلال اقتحام السفارة وكذلك القنصلية التركية. هذه المشاهد التي نشاهدها جميعا تثبت أن النظام السوري يتصرف برعونة ويتصرف بعنجهية، ولابد أن يكون هناك تطبيق واقعي. وهل تمت مناقشة تأثير هذا الموقف على العلاقة معكم أنتم في المجلس الوطني؟ عفوا لم أفهم السؤال. هل هناك أي تغيير في موقف الحكومة التركية منكم في المجلس الوطني والاعتراف بشرعيتكم اليوم بعد هذه التصريحات؟ كان اللقاء الأمس هو مثال للاعتراف السياسي. بالأمس جاء على لسان وزير الخارجية التركي بالاعتراف أن المجلس الوطني السوري هو الممثل السياسي الشرعي للشعب السوري، وهذا اعتراف حقيقي نأمل أن نلمس تطبيقاته على الأرض الواقع خلال الأيام القادمة. هذا الاعتراف هو من الاعترافات المهمة والتي ستؤثر أيضا كذلك على الموقف العربي. اليوم الحكومة التركية هي شريك في تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية. سيتم مناقشة خلال الأيام القادمة أو اليوم الأربعاء القادم في المنتدى العربي التركي في الرباط مناقشة كيف إيجاد الحلول الأنسب فيما يتعلق في حماية المدنيين في حماية الشعب السوري. وهذه من النقاط المهمة التي الآن نعتبرها من أولى الأولويات التي يناقشها المجلس سواء مع الحكومة التركية أو كذلك مع الدول العربية والدول الغربية. طيب، إلى جانب الموقف التركي كان هناك سيل من المواقف فيما يتعلق بسوريا، ربما من أبرزها ما صرح به العاهل الأردني اليوم أنه لو كان مكان الرئيس بشار الأسد لتنحى. ما قراءتكم لهذا التصريح؟ حقيقة هذا تصريح له دلالات واقعية أن كافة الدول العربية وحتى الدول الشقيقة أو دول الجوار بدأت تشعر أن هذا النظام فاقد للشرعية، وهذا دعوة حقيقية من الملك عبد الله لأن يفقد أن هذا النظام يرحل، وبالتالي أنه فاقد للشرعية. وكذلك نريد من المملكة العربية المملكة الأردنية أن يتم سحب السفير كتطبيق حقيقي لهذه الدعوة. اليوم المجتمع العربي شاهد بأم عينه أن هذا النظام فاقد للشرعية وفاقد للأهلية. حتى تصريحات المعلم جاءت اليوم متناقضة لما جاء به مندوب جامعة الدول العربية المندوب السوري، الذي واضح للعلان أنه حتى على السوق الدبلوماسي غير قادر على التعامل مع الأمر. ما شاهدناه حقيقة يدنا له الجبين من بعض الشتائم وبعض التصريحات التي صدرت. أما أيضا في موقف المعلم اليوم الذي حاول بشكل ترقيعي لأن يقوم بما جاء به مندوبه في جامعة الدول العربية، فأنا أظن أنهم يلعبون في الوقت الضائع، وأن النظام بات لا بد له من الرحيل في أسرع وقت ممكن، خصوصا أنه مستمر في القتل ومستمر في الإجرام. اليوم سقط 10 شهداء، وخلال 5 أيام الماضية أكثر من 180 شهيد. القصف مستمر حتى هذه اللحظة. جاء علينا ويقول أن هناك تم تطبيق لقرارات جامعة الدول العربية، أي تطبيق تم وما زال القصف حتى هذه اللحظة. وتكلم أيضا عن مؤامرة، وهي أنا أظن المؤامرة ليست من قبل الدول العربية كما يقول أو بعض الدول الغربية، إنما المؤامرة من هذا النظام على الشعب السوري الذي يقتله بدم بارد واستمر حتى هذه اللحظة بالقتل والتجويع. وحتى اليوم وصلنا نداءات إغاثة من الشعب داخل أنهم يمرون بحالة من البرد
بحالة من الجوع، لابد أن يكون هناك تحرك حقيقي من كافة القوى من أجل إنقاذ الشعب السوري. أشكرك محمد سرميني، عضو المكتب الإعلامي في المجلس الوطني السوري، كنت معنا.